معاك 22,000 جنيه وعايز تجيب موبايل، هل تروح للوحش الكوري ولا التنين الصيني؟ خليك معايا عشان نشوف مين اللي هيكسب فيهم في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر مدكور من قناة مدكور تك. دلوقتي في حرب كبيرة جدا في فئة ما بين ال20,000 ل25,000 جنيه، وتتضمن الأجهزة دي اونر 400 وسامسونج A56 وفيفو V50 ورينو 13 وريلمي 14 برو بلس، وأكثرهم حربا حاليا السامسونج والأونر. بما إن الاتنين يعتبروا في نفس الفئة السعرية، السامسونج تقدر تجيبه ب22,000 والأونر تقدر تجيبه برضه ب22 أو 23. طب أنهي الأفضل فيهم؟ بالنسبة للأجهزة التانية أنا عامل فيديو مفصل شارح فيه كل جهاز ومناسب لمين وإيه الأفضل، وفي أجهزة تانية كتير في الفيديو، روح اتفرج عليه لأنه هيعجبك جدًا، وهتلاقيه في الآي اللي فوق. بالنسبة للسامسونج وأونر مين الأفضل فيهم؟ هنشرح كل حاجة ببساطة وسهولة مع ذكر مواصفات كلا الجهازين، وأنت تقرر إيه الأفضل ليك. بس قبل ما نخش في المواصفات صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بشرح المواصفات لكل جهاز. سامسونج A56 بيجي بشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وعليها حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس. بيجيب كاميرات خلفية 50 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل، و5 ميجا بكسل. 50 ميجا بكسل دي الرئيسية بفتحة عدسة f1.8 معاها تثبيت بصري. ال 12 ميجا بكسل زاوية واسعة بفتحة عدسة f2.2، وال5 ميجا بكسل كاميرا ماكرو بفتحة f2.4، وبيجي أمامية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. ممكن دلوقتي تقول لي ده دي أقل من اللي كانت موجودة في ال A55. عايز أقول لك إن دي بتاعة الفلاج شيب، دي فعلا الكاميرا اللي موجودة في الأجهزة الفلاج شيب، فهتاخد منها أفضل أداء تتخيله. هي مش بيبقى بحجم البكسل، هي بيبقى نوع السنسور بتاع الكاميرا، وهل أساسا المعالج قادر إن هو يطلع لك نتائج حلوة ولا لأ. بيجي بتسجيل فيديو 4K. الأداء والنظام بيجي بمعالج إكزينوس 1580 بتقنية 4 نانومتر، وبيجي برام 8 جيجا، وفي إصدار تاني 12 جيجا. بيجي بتخزين داخلي 128 أو 256 جيجا، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. بيجي بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، دعم لتحديثات النظام والأمان لمدة 8 سنين. بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وشحن سريع بقدرة 45 واط، والشحن مش موجود في العلبة. بيجي بمقاومة تصنيف IP67 لمقاومة المياه والوبار، وبيجي بضهر من الإزاز وهيكل من الألمنيوم، وسعر بيبدأ من 22,000 جنيه للنسخة 8 و128 جيجا. دي كده مواصفات سامسونج A56، مواصفات حلوة جدا وكله تمام ما عدا كام نقطة هنتكلم عليها بس بعد ما نعرف مواصفات اونر 400. بس قبل ما نخش في مواصفات اونر 400 صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وحط لايك لو لسه ما حطيتش، واعمل سبسكرايب وشير مع اصحابك اللي مهتمين بنفس الاجهزة. مواصفات اونر 400 بيجي بخامات ظهر زجاجي واطار بلاستيك، بيجي مقاوم للميه واي بي 66 اقل من اللي موجود في سامسونج واللي موجود في الفئه عامه، وبيجي بشاشه اموليد 6.55 انش. بيجي معالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 بتقنيه تصنيع 4 نانومتر، وبيجي ب 12 جيجا رام و256 او 512 جيجا، ومش بيدعم برضه تركيب كارت ميموري. بيجي بكاميرا خلفيه مزدوجه 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9 وبتدعم او اي اس، وبيجي بكاميرا تانية الترا وايد 12 ميجا بكسل اف 2.2، والكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل. بيجي بيجي بتصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه و1080p 30 و60 فريم، وبيجي ببطاريه 6000 ملي امبير وشحن سريع 80 واط. الجهاز سعره حوالي 22 ل 23 الف جنيه. دي كده مواصفات الاونر 400، مواصفات حلوه ما عدا برده كام نقطه بسيطه. نبدا بقى المقارنه. اول حاجه الشاشتين حلوين، بس الاونر اصغر من السامسونج، بس حوافها اقل بكتير من السامسونج، والسامسونج اكبر واحلى طبعا عشان دي سامسونج، بس حوافها اتخن. الاتنين ببانر حلوه، بس افضل السامسونج لانها احلى، عشان كده دي سامسونج زي ما قلت. تاني حاجه الاداء. بص يا غالي، الاونر زي ما قلنا بمعالج سناب دراجون 7 جين 3، والسامسونج باكزينوس 1580. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده سامسونج يكسب بدون نقاش في الاداء بكل المقاييس، ويكسب كمان في عدد السنين الاكتر. لحد دلوقتي محدش عارف الاونر هيبقى 6 سنين ولا سنتين، بس نتمنى انه يبقى 6 سنين. بس السامسونج هتلاقيه بيسخن عن الاونر، بس مش مع ذلك هتلاقيه وحش، لا خالص، هو حلو جدا جدا جدا. وكذلك السناب دراجون تحفه برضه، بس عشان نبقى عادلين من ناحيه الواجهه، لا انا ميال اكتر لواجهه سامسونج الصراحه، احلى وفيها مميزات اكتر، وكمان دي نفس الواجهه اللي موجوده في الاس 25 الترا، مش مخففة ولا حاجة ولا لأ، دي هي بالضبط. بالنسبة للشبكات، لو أنت في حياتك عامةً مش بتواجه مشكلة مع الشبكات، بمعنى الراوتر بيبقى قريب منك ومش بتروح أماكن فيها الشبكة وحشة وهكذا، يبقى السامسونج هيسد معاك. لو بتواجه المشاكل دي ابعد عنه، لإن هيبقى وِحِش معاك في الشبكة، وروح ساعتها للأونر. بالنسبة للخامات كشكل، أنا حابب الأونر بصراحة، كماسكة لأ طبعًا السامسونج هيبقى أحسن بكتير جدًا، جدًا كمان، لإنه ضهره من الإزاز والفريم من الألمنيوم،
فبتبقى ماسك جهاز قيّم كده وبتحس إن أنت دفعت فلوس في موبايل كويس. الHonor ضهره إزاز بس الفريم من البلاستيك، لو مش عندك مشكلة معاه يبقى الHonor برضه هيناسبك. لو جبت الجهازين وحطيتهم قدّام بعض أنا باقول لك هتميل للHonor، شاشته هتخطفك عشان الحواف شبه معدومة، بس برضه عينك هتروح للSamsung بسبب تشبُّع الشاشة الزيادة اللي فيه. بالنسبة للكاميرات برضه الSamsung هيكسب. ما تفهمش عامل المقارنة دي ليه بصراحة، بس هاقول لك في الآخر السامسونج هيعاصلك في إيه. السامسونج جايب سيستم كاميرات محترم وفيه بورتريه 2x طبعًا تجربة فيديو لا يُعلى عليها، ومشكلة الHonor إنه عملوا downgrade جامد من الHonor 200 مش فاهم إزاي بصراحة ما اكتفوش بتصغير الشاشة، لأ كمان شالوا الكاميرا التليفوتو اللي كانت محلية الجهاز، أكتر ما هو حلو. بس مش معنى كده إن تجربة التصوير وحشة في الHonor، بالعكس هتاخد نتايج تحفة بصراحة، بس لو عايز سيستم حلو كامل السامسونج أفضل. نيجي بقى للنقطة اللي سامسونج هتريّح عندها، البطارية وسرعة الشحن. بُص في نقطة كده لازم توضيحها، في ناس من اللي بيشتروا سامسونج عامةً بيشتكوا من إنه بيبقى بطيء معاهم والبطارية مش بتكفّي لدرجة إنهم بيتسرعوا وبيغيّروا الجهاز. يا حبيب قلبي الواجهة بتبقى لسه بتتعرّف على استخدامك، بتقعد كده أسبوع والّا حاجة على ما تتعوّد على استخدامك، بعد كده هتاخد أفضل أداء من الجهاز سواء في البطارية أو السخونة. وده مش كلامي، ده كلام الناس اللي صبرت وشافت الفرق بعينيها. نرجع تاني لموضوعنا، البطارية، اللي يكسب وبجدارة لإنه كفاية سرعة الشحن بتاعته كفاية بصراحة. سامسونج ما كانتش نواحيها خالص، جايب سرعة شحن 45 واط سامسونج ويا ريت كده وبس، لأ كمان الوصلة اللي في العلبة بتشحن 25 واط، يعني أنت كده محتاج تروح تشتري شاحن كامل عشان تقدر تستخدم الجهاز. وفي معلومة وأنت بتشتري تأكد إن الشاحن بيدعم الBD Charge عشان تبقى واخد أفضل أداء من الشاحن بالنسبة للبطارية. تاني حاجة سامسونج هيقع فيها علبة الموبايل، علبة الموبايل دي وكسة لوحدها، أنت بييجي في الأونر بسم الله الرحمن الرحيم كده أول حاجة راس شاحن وواصلة وجراب، يعني حرفيًا هتفتح العلبة تستخدم على طول. طب سامسونج تفتح العلبة تلاقي الجهاز والوصلة اللي اتكلمت عليها بس كده شكرًا، روح بقى أنت هات الباقي، يعني تحس إنهم بيجبّوا عليك. الواحد مش فاهم طب بما إن أنا كده هادفع، طب حُط الشاحن وزوّد السعر شوية ماشي، لكن ما تحطش خالص ولا حتى جراب كده، كده كتير بصراحة. الخلاصة لو أنت مقلّق من حتة الشبكات وأداء الإكزينوس في سامسونج، خلاص روح للأونر وأنت متطمن أوي، إنه هيدّيك اللي أنت محتاجه، مع إن سامسونج أفضل في كذا شيء زي ما شرحت، بس مشكلته أولًا حوار سرعة الشحن والشاحن اللي مش في العلبة، وثانيًا الشبكات، وثالثًا الشاشة عشان حوافها قد دماغي. غير كده هو توب، ولو فارق معاك الأداء وإنك عايز أفضل حاجة من الكاميرا ومش بتحب الشاشات الصغيرة بلاش Honor وروح للسامسونج وأنت متطمن لإنه برضه مش هيزعّلك هيرضيك. وبس كده، دي كانت مراجعة خفيفة أتمنى تكون عجبتكم، ما تنساش تصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تحط لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وقُل لي في الكومنتات شايف إيه أفضل من وجهة نظرك، وقُل لي محتاج مقارنة لإيه تاني. كل سنة وأنت طيب، أشوفك الحلقة الجاية، سلام.